عمرك فكرت ان ممكن تكون اسنانك او لثتك بتبعت لك اشارات عن وجود مرض في جسمك؟ الحقيقه الفم هو اول مكان ممكن يكشف لك عن وجود مشكله صحيه. طب ازاي؟ اول حاجه مرض السكر. لو بتعاني من جفاف في الفم او جروح مش بتلتئم او تورم في اللثه وسهوله النزيف، او لو عندنا تراجع في مستوى اللثه حوالين الاسنان وحاسس ان هي بتتلخلخ، كل دي اعراض مش عاديه. ده ممكن يكون دليل على وجود خلل في السكر في الدم. ناس كتير قوي عرفت ان هي عندها السكر من اعراض بدات في بقها. تاني حاجه نقص الفيتامينز. طيب ازاي؟ لو انت عندك حرقان في لسانك او في تشققات حوالين الفم، ده ممكن يكون دليل على وجود نقص في فيتامين بي 12 او نقص في الحديد. ثالث حاجه، لو اسنانك الاماميه بتتاكل من غير سبب واضح، ده ممكن يكون بسبب مشكله ارتجاع في المرئ. رابع حاجه هشاشه العظام. لو حصل فقدان في كثافه عظام الوجه، هيسبب عندنا مشكله في تثبيت الاسنان وزياده خطر فقدان. في الاخر عايزه اقول لك ان الفم مش بس مدخل للاكل، ده كمان مرايه لجسمك كله. فنصيحه، تابع مع دكتور الاسنان، مش بس عشان الابتسامه، لا ده عشان صحتك كمان. وانا دكتور مريم مراد من فيري كلينكس.